الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شريط الهدى والنور رقم 950، الشيخ الألباني. الشيخ تكلم كلام طويل ومهم جدا، إن شاء الله هنسمعه بعد الدرس ما يخلص، عن موضوع التفرق والتحزب السياسي، وتحذير الشيخ من هذا الأمر من عشرات السنين، ومن عشرات السنين نحذر المسلمين من التفرق، من التحزب السياسي كالإخوان المسلمين أولا، ومن البرلمان ثانيا. خلاص تكلم فيها الكلام. في الآخر بيقول: وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان. الكلام ده السيد ده متأخر بعد قصة الجزائر وأحداث الجزائر، وبعد قصة الكويت وفتاوى الكويت. ده كانت فتاوى على موضوع التجمع الإصلاح، التجمع اليمني اللي هو تحت اسم الإصلاح في اليمن. خلاص، وكان واحد من طلب الشيوخ راح يسأل الشيخ، فالشيخ طول نفس معاه خالص. فالشيخ بيقول: ننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزب في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى فهذا أمر واجب. السائل بيقول: يا شيخ يعني لا ينتخبون؟ قال: نعم. وقال برضو في الهدى والنور شريط 660: المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا. وقال: يا عجبا لمسلمين يريدون أن ينتموا إلى برلمان يحكموا فيه بقوانين من أمرهم الله بحربهم. أحسنت. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، خلاص، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. فالذين أمرك الله بقتالهم هم الذين تريد أن تنتسب إلى برلمان تحكم فيه بقوانينه. شوف يقول: عجبا. كان السائل سأل الشيخ ما هو البديل. طبعا بلخص لك الكلام ده، الكلام طويل أصلا. سئل الشيخ: ما البديل؟ فقال: كلمة ما البديل كلمة سهلة جدا. ما البديل كلمة سهلة جدا يلجأ إليها ضعفاء الناس، يلجأ إليها الذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. البديل هو: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البديل هو تقوى الله، وهذا يعني هذا البديل يتطلب علما نافعا وعملا صالحا. إذن البديل هو العودة إلى الإسلام فهما وعملا. واحد بيسأل الشيخ نفس الشريط كده، في نفس الشريط، واحد بيسأل الشيخ بيقول له مفهوم الكلام يعني: الشيخ يقولون ما لا يكون واجب إلا به فهو واجب، ونصر الدين مش يتم إلا بهذا التطبيق. فقال الشيخ: ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، هذا معناه إذا كان السبب مباح في أصله، أما السبب المحرم فلا يقال فيه هذا جهل أو تجاهل. يعني يقول إن هذا الطريق بهذه السبيل هذا جهل أو تجاهل. الشريط رقم 674. الشيخ اتسأل عن الانتخابات الطلابية في الجامعة. الانتخابات الطلابية بيسموها ايه ده؟ اتحاد الطلبة. الشيخ قال: لا يجوز. قال ايش؟ لا يجوز. وإن كان الشيخ محسن عباد أجازها. قال لا، الشيخ مشهور تلميذ الشيخ أجازها، قال إن دي ملهاش دعوة بالتشريع وغيره يعني، لكن هم الشيخ عباد بيقول لا يجوز. شريط الهدى والنور رقم 149. سئل عن حديث حذيفة بن اليمان. عارفين حديث حذيفة؟ هل يدل هذا الحديث على عدم جواز الانضمام للأحزاب ولا البرلمانات؟ قال: نعم، هذا الحديث يدل على ذلك وعلى ما هو أكثر من ذلك، أن تعتذر جميع الفرق. شريط الهدى والنور رقم 700. يقول الشيخ عن الدخول للبرلمانات: بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال عن الداخلين: هم ضالون. بدعة حسنة، بدعة حسنة. بس سأل يوسف القرضاوي عن نفس السؤال ده: هل الدخول بالبرلمانات بدعة؟ قال: نعم، بدعة حسنة. مهم. يقول الشيخ في شريط رقم 328 برضو الهدى والنور: لا يجوز الدخول في البرلمانات
وتعامل المسلمين مع البرلمانات من جملة النكسات التي تصيبهم. شريط 339 لا يجوز الدخول في البرلمانات والغاية لا تبرر الوسيلة. شريط 339 برضو الدخول من أجل الإصلاح كلام خيالي. 344 لا يجوز الدخول برلمانات. 352 الشيخ قال له سمعنا انك انت قلت يجوز الدخول برلمانات بشروط، قال هذه الشروط نظرية غير عملية. 352 440 يقول هو إضاعة للجهود الإسلامية، يقول إضاعة للجهود الإسلامية. 600 عليكم السلام وبركاته. أبا محمد مزوغ من الخطبة الله يبارك فيك ربنا يحفظك. صلي تحت المسجد سلمك الله. 664 يقول لا نرى الانتماء لأي حزب ولا الدخول في الانتخابات. يقول برضه في نفس الشريط الإسلاميين لو كانوا إسلاميين بالمعنى الصحيح أو بالفهم الصحيح ما دخلوا في الانتخابات. وده الشيخ الألباني. 668 يقول الانتخابات ليست شرعية، ويقول تورط بعض الجماعات الإسلامية في الدخول في البرلمان. الاحتجاج بقصة يوسف عليه السلام، يعني الشيخ سبحان الله يعني تدرك فقه الشيخ، جاب إجابة عجيبة فعلا. قال له الشيخ الإشكال بتاع يوسف عليه السلام فجاب أجوبة منها. الجواب الأول قال أولا يوسف عليه السلام لم يدخل بطريقة انتخابات غير مشروع. هو يوسف عليه السلام دخل انتخابات؟ هو لم يدخل بانتخابات أصلا، لم يدخل بانتخابات غير مشروع. دي واحد. اثنين يوسف عليه السلام يحكم بشريعته وليس بشريعة الكافر. يبقى دي أول حاجة، لما دخل ما اتخذش طريق غير مشروع. خلاص الراجل ممكن له الملك بيقول له اللي انت عايز انا اعمله، خلاص يبقى ما اتخذش طريق غير مشروع اصلا. اثنين يحكم بشريعته لا بشريعة الكافر. يقول اما نحن اليوم فنطرق ابوابا شركية، ابوابا وثنية كفرية. نطرق ما هو المقابل يعني. خلاص فحاشا ليوسف عليه السلام أن يطرقها. طيب ماشي خلاص ممتاز. يوسف عليه السلام رشح نفسه بطريقة غير مشروعة. يوسف عليه السلام رشح نفسه حتى يتم عليه التصويت. يوسف عليه السلام رشح نفسه في منظومة ديمقراطية كفرية سيسير فيها. لا، طلب الإمارة دي مسألة ودي مسألة تانية. خلاص سواء منهم يحتاجوا، احنا بنقول طلب الإمارة طلب يوسف عليه السلام طلبه بطريقة غير مشروعة. فاهم دلوقتي احنا عندك بابين. خلاص باب تخش منه على الإمارة فتحة الباب مسجد، وباب تخش منه على الإمارة فتح الباب خمار. تقول لي ما هو طلب الإمارة، أقول لك دخل من مسجد، دخل من طريق شرعي وحكم بالشريعة. انت هتخش من الخمارة وتحكم بغير ايه؟ يتجاز الطلب ده على الطلب ده بس. طيب نكمل يا احمد. يقول بعد كده الانتخابات الشيخ نفس الكلام تتناسب مع الطرق الكافرة. الانتخابات تتناسب مع الطرق الكافرة، ليس فيهم مؤمن وكافر، ليس فيهم رجل وامرأة، فهم كله عندهم ايه؟ سواسية. خلاص بعد كده بيقول ان لو افترضنا ان قصة يوسف عليه السلام يصح الاحتجاج بيها فهذا شرع من قبلنا. خلاص ما هو انا هقول لك المشهور عنه ايه. المشهور عنه في اللي اتنجل عنه كله في شريط الهدى والنور رقم بسم الله 285 و287. والكلام اللي بيقول لك ده من 600 و700 و800. فاهم القصة؟ الشيخ كان بيقول الأول نفس المعنى اللي كان عايز يقوله سام، ان احنا لو ما شاركناش هيتسلط علينا الكافر او. فالشيخ كان بيقول ليس لتحصيل خير
إنما لدفع الشر الأكبر بشر أقل. يعني أنت كده تعمل حرام. لكن القصة بعد ما حصل بقى موضوع الجزائر ناحية وموضوع كذا، أنا أقول لك تسمع الكلام بالتفصيل، التفصيل الشيخ فيه طويل. يعني في شيء منهم من شرط الشيخ قاعد حوالي ساعة الا ربع في نفس القصة دي. وبعضها اتصالات هاتفية، وبعضها ناس جايه من الجزائر، وبعضها ناس جايه من اليمن يعني انت عارف سلسله الشيخ اصلا خدت فتره طويله من عمره، فبجيب لك كلام شريط 668، واول شريط بتاعتك بيه 950 674، وهو جايب الكلام اللي ايه اللي في اول حياه الشيخ عليه رحمه الله ويحتج به. خلاص. ولا يحل كما قال ابن القيم عليه رحمه الله، لا يحل لاحد ان يحتج بقول العالم المتقدم على قول العالم المتاخر. يعني انت جايب الامام الشافعي له مذهبين، ينفع تحتج انت بمذهب الشافعي القديم؟ لا طبعا، المذهب الشافعي الجديد نسخ مذهب الشافعي القديم. المهم اتفضل يا مشاهد. بعد كده يقول 672 اطلاقا. الشيخ نصا في الشريط هنا على انه افتى بتوع الجزائر بعدم الجواز. قال لكن اذا ركبوا رؤوسهم ورشحوا انفسهم يبقى النظر هنا ينتخب، لكن كلمه الشيخ بعدم الجواز الترشح دي قولا واحدا. ده مشروع الشيخ، ده الكلام اللي ده بقى كل الكلام اللي بيقولوه ده بعد موضوع الجزائر. المهم شريط 672 سئل الشيخ هل المشاركة كفر؟ فقال الشيخ لا، المشاركة عمل، فإذا لم يعتقد أنه يستحل هذا العمل فهذا ذنب قد يكون كبيرة لكنه ليس بكفر. يبقى الشيخ خلاه مش كفر ليه؟ لتخلف الاعتقاد عن العمل. لكن لو استحلوا ولا يوجبوا، مش الإلزام أشد من صح؟ طب الإجابة أشد من الاستحلال. نعم. مالناش دعوه، لا بس التفصيل العلمي. شوف البيج الان تاويل وشبهات زي بعض. يهديك ربنا. 672 بعضهم احتج بقصه ابو بصير. مش عارف يحتج قصه بصير على ايه بالظبط، بس واحد بيقول يا شيخ يحتج له بقصه ابو بصير، فقال الشيخ هذا كذب على الله على الله وعلى رسول الله، وهذا من جهلهم. طب ايه علاقه دي بالانتخابات؟ على كل 706 706 706 ده في نفس الكلام اللي فات. 737 يقول الشيخ لا نؤيد دخول البرلمان إطلاقا، لأن الإنسان لأن الإفساد سيكون أكبر من الإصلاح، ففيه خراب للدين. وقال في شريط 739 ننكر أشد الإنكار على من يرشح نفسه. الأخطر من كده فتاوى جدة شريط 19 يقول لا تجوز المشاركة. لا تجوز ايه المشاركة، لأنها يعني المشاركة في شيء من الحكم، المشاركة تدخل في شيء من الحكم غير ما أنزل الله. في شريط 381 في سؤال الشيخ الحويني للشيخ الألباني، بيسأله عن موضوع الانتخاب وكلام الشيخ الله يرحمه بقى صلاح واسماعيل. خلاص. فالشيخ بيقول فيها هذه الانتخابات برلمانية أوروبية كافرة. ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري في كتاب الإيمان يقول الذين يرشحون أنفسهم هذا طلب للإمارة. عايز هيثم وبيقول لك انت ليه؟ اي سؤال ماشي، وبيقول لك انت ليه يا عبد الرحمن؟ ماشي. طب ما تقول لي انا، تقول له هو ليه؟
المنظومة واحدة ولا مش واحدة؟ طيب هو سبب الكلام ده كله في حتة واحدة بس، في حتة تأثم إن لم تشارك ولا لا. احنا مش جايبين كل الكلام ده عشان خاطر نقول هم وقعوا في كذا وكان موضوع عدى، جايبين الكلام ده عشان نجيب حتة واحدة بس. إذا أنا تقيدت بفتوى هذا الإمام العالم وقلت هذه وسيلة وثنية شركية أنا لا أشارك فيه، خلاص، وقلت زي ما الشيخ قال هذه طريقة للإفساد وليست للإصلاح ولا ننصح مسلما إلى آخره، خلاص كده، هل أأثم؟ ده اللي سبب الجواب كله على الحتة دي. خلاص، قول يا أحمد. لا، ما هيقول لك الأنبياء يقتدى بهم، ما هو في عموم مش فعل الأنبياء تشريع، صح؟ هيقول لك كده، لكن هيرد بطريقة ثانية، إن أولا ده شرع من قبلنا، ثانيا موسى عليه السلام لما طلب الإمارة زي ما هم بيدعوا إنما طلبها من رجل يقول له سلني ما تشاء، مش طلبها من يقول من يريد أن يعرض نفسه فليعرض نفسه. طريقة يوسف عليه السلام كانت مشروعة، الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها شركية إلى آخره. هو برضه من ضمن الكلام الجميل اللي قاله بعض المشايخ المعاصرين، قال طيب ماشي الكلام ده صحيح وتمام التمام، سؤال لما أخفتوه طوال 20-30 سنة؟ يعني هذه الأدلة لماذا لم تذكر من قبل؟ صوتك الأول ما كانش أمانة، ما الذي صيره الآن أمانة؟ فاهم الصورة؟ يقولون أخطأ، يقولون أخطأ. انت بترد عليهم ولا علينا احنا؟ طيب ماشي، كلام اللي يهمنا في الجزء. رحمكم الله. صلى الله ان ربنا يهدينا واياهم. البلد تنحدر وربنا يستر. ماذا قال؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يسمون الخمر بغير اسمه، صح؟ ما حكم المنعشات الروحية؟ ده حرام ليه؟ انت راجل زهقان تجم روحك، ده حرام؟ خلاص، المنعشات الروحية جائز. يبقى كل واحد يروح مسمي الخمر منعشات روحية، يقول لك الشيخ فلان قال جائز. كلنا سنسكت، حتى الساكت سيسكت، ما حتى الساكت إلا أن يشاء الله عز وجل سيسأل. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن ابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي والألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مهابة الناس إذا رأى حقا أن يقوله، تكلم بحق. والبويطي عرض على السيف 5 مرات لكي يسكت ويأبى. في البداية والنهاية ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، عملوا مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية في حضور نائب السلطنة، نائب السلطنة زي رئيس الوزراء كده، ومعه الحرس، وابن تيمية محبوس، يطلب الفقهاء من نائب السلطنة يقول قل له، يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله ابن تيمية، قل له يسكت عنا، كل عايزين ايه؟ يسكت عنا ويسلم لنا حالا، يسيبنا ومن. والإمام ابن تيمية يقول لا والله كل إنسان تحت أمر الكتاب والسنة، فمن خالفهما ينكر عليه، وهو فين؟ مسجون، وهو في الحبس. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول بيعلق على حديث أبي سعيد، بيقول فلا يحل للإنسان أن يسكت عن بيان الحق خوف الضرب والتهديد والحبس. قصة أحمد بن حنبل وابن معين معروف، ربنا يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. إن الله كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء تعملونه أنت مطالب بالإحسان، والإحسان بحسبه،
فالإحسان بينك وبين الله أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان والدين بالبر، وإلى الرحم بالصلة، وهكذا. حتى إلى الدواب أن تأمرون بالإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواب يعني: لا تتخذوها كراسي، الجمال والحمير والحاجات دي لا تتخذوها كراسي، اركبوها سالمة وكلوها سالمة. كلوها بعض الناس كان نطقها كلوها، هي صوفها كلوها يعني اتركوها سالمة. فكنت عايز تتخذ كراسي فدونك الكراسي، لكن من باب الإحسان إلى هذه الدابة العجماء أنك لا تكلفها فوق ما لا تستطيع. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم، أي إذا أردتم قتل من يجوز قتله، مثل الكافر المحارب، مثل المسلم الزاني المحصن، مثل المرتد، مثل قاتل النفس، وهكذا. فأحسنوا القتلة، أي أحسنوا هيئة القتل. أحسنوا هيئة القتل، في نهي عن التمثيل، عن التعذيب، إنما يقتل قصاصا مثلا أو ردة ضربة بالسيف. أما التعذيب الوارد في المحاربين لله ورسوله الذين يسعون في الأرض فسادا: يقتلوا، يصلبوا، قطع ايديهم ورجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. خلاص، على توجيهات أهل العلم. بعضهم قال لكل سبيل عقوبة، يعني مثلا الذي يسرق فقط يختلف على الذي يسرق ويقتل إلى آخره. لكن على كل هذه حد الحرابة محددة بوضع معين شرعي لا يتعداها الإنسان. وحديث وسلم مع الذين قتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمر أعينهم، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وإذا ذبحتم، أي إذا أردتم ذبح شيء مما يذبح من الحيوانات المأكولة مثلا، فأحسن الذبحة، أي هيئة الذبح. فالإسلام أمرك بالإحسان حتى مع الحيوان. وليحد يعني يسن، يحدد الشفرة ويجعلها سريعة المرور حتى لا يتأذى بها تلك البهيمة. الشفرة هي السكين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، لفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم. وهذا الخلاف بين الأصول ورد حتى في لفظة أمر، في لفظة أمر، في كل فعل أمر اختلف الأصول هل الأمر الوجوب أم لا. فليس معنى أن فيه خلاف أن الإنسان يتروح إلى ما يريد، إنما يجب عليه أن يبحث عن الحق. وعندك آية الصيام قطعية الدلالة: كتب عليكم الصيام، والصيام فرض بإجماع المسلمين. يقول: وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان إلى كل شيء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تبارك وتعالى به، أي بالإحسان، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسن. فأمر بالإحسان قال: وأحسن. وهذا الأمر، يعني الأمر بالإحسان على إطلاقه، إما أن يكون للوجوب كالبر بالنسبة للوالدين والصلة بالنسبة للأرحام، وإما أن يكون للندب كالبر المندوب أو الصلة المندوبة أو الصدقة المندوبة. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن الإحسان في كل شيء بحسبه. فالإحسان في العبادات أن تأتي بها على كمال وجهها، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن تأتي بها على كمال وجهها الواجب فهذا إحسان واجب، وإما أن تأتي بها على كمال وجهها المستحب فهذا إحسان مستحب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها، الانزجار عنها، البعد عنها، تركها ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا القدر من الإحسان في ترك المحرمات واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من غير تسخط ولا جزع. أما الرضا فهو مستحب على الصواب. والإحسان الواجب في معاشرة الخلق وفي معاملة الخلق هو القيام بما أوجب الله عز وجل من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها،
الإحسان الواجب في باب السياسة هو القيام بواجبات الولاية كلها. ما هي واجبات الولاية؟ تلخص في كلمتين: حراسة الدين وسياسة الدنيا. فحراسة الدين أولا، ثم سياسة الدنيا بهذا الدين الذي حرسته. فمن ضيع حراسة الدين لأجل سياسة الدنيا لم يكن من المحسنين، لم يكن من المحسنين. يقول: والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. يعني مثلا حديث الرجل اللي هو 3 دخلوا الغار، الحديث المشهور: لما عاد إلى والديه وحمل إناء لبن على يده حتى أشرق الفجر. هل هذا من الإحسان الواجب أم الإحسان المستحب؟ الإحسان المستحب. خلاص. ترك الرجل الذي أراد أن يفجر بابنة عمه ثم تاب الله عز وجل عليه وتركها، تركه للمال لها إحسان واجب أم مستحب؟ مستحب على الأقل في كماله. يعني قد نقول مثلا يجب أن ينفق ابنة عمه في ظروف معينة، يبقى بقدر ما كي يترك لها كل المال، هذا من الإحسان. الرجل الذي أعطى الأجير كل ما في الوادي من أنعام وعبيد ونحو ذلك، هذا من الإحسان المستحب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها. أوحاها يعني أعجلها. الوحى العجل من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. إيلام لا حاجة إليه. يعني حتى لذلك كان علماء الإسلام نصوا على أن الإنسان لا يحد الشفرة أمام الذبيحة، فإن ذلك مزيد إيلام له. فهذا هو إحسان الإسلام. يقول: وهذا النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، اللي هو لما ذكر القتلة والذبحة، لعله ذكر ذلك على سبيل المثال. يبقى القتلة يبقى هذا يعم كل إنسان سيعاقب، والذبحة لكل حيوان سوف يذبح. خلاص. فإذا جمعت الأصلين دول تجد الإنسان الذي أصلا يستحق العقاب وعقابه من أشد أنواع العقوبات وهو القتل تحسن إليه، فما بالك بمن هو دونه؟ إما أنه لا يستحق عقاب أصلا وأنت تأمر بالإحسان إليه، أو يستحق عقاب أقل من القتل أن تأمر بالإحسان إليه. وإذا كان الحيوان البهيمة العجماء التي ليس لها عليك حق وأنت تذبحها ذبحا شرعيا مباحا لك، قد يكون واجبا عندما يقول مثلا بوجوب الأضاحي، وجوب الهدي، أو قد يكون مستحبا كالذبح لإكرام الضيف، ومع ذلك أنت مأمور بإيش؟ بالإحسان. فما بالك بما لا يستحق القتل أو بما لا تريد قتله في هذه اللحظة؟ فالإحسان مكتوب عليك في كل شيء، وهذا على سبيل التمثيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. يبقى الإحسان إلى الذبيحة واجب بالإجماع. في رسالة لابن حزم حوالي 200 صفحة كده اسمها مراتب الإجماع، اسمها مراتب الإجماع، ذكر فيها كثير من مسائل الإجماع، والشيخ ابن تيمية له عليها حاشية بعنوان نقد مراتب الإجماع، ومطبوعين مع بعض، مطبوع مراتب مع الحاشية بتحقيق الكوثري معروف، فهي محتاجة تحقيق جديد يعني. والله المستعان. يقول: حكى ابن حزم عليه رحمة الله الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهل وجوه قتل الآدمي، أسهل وجوه ضربه بالسيف على العنق. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وده أسهل أنواع الضرب. وقال تعالى: نعم، بالنسبة للآدم يكون في إله، ضرب السيف يكون أقوى وأسرع. غفر الله لنا ولهم، نسأل الله عز وجل أن يمكن المسلمين من رقاب الكافرين المحاربين. وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ونهى الناس عن قتل المرأة لأنها إيش؟ لا تحارب. طب إذا كانت المرأة تحارب تقتل، لأن النهي عن قتل المرأة معلل بإيه؟ بعلة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتحارب لتقاتل، يبقى بالتالي لا تقتل.
خلاص. لكن إذا كانت محاربة يبقى ايه تقتل. طب إذا كانت ذمية وقعت في عرض النبي عليه الصلاة والسلام تقتل، زي الرجل الأعمى الذي قتل المرأة اليهودية الرفيقة، يقول يا رسول الله إنها لرفيقة بي وله منها ولدان، وكان رجل أعمى وفي حاجة إليه، مع ذلك سمعها تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصبر، وذلك لانتقاض عهدها بالإجماع. نعم. لا، مجرد التطبيب لا، مجرد التطبيب لا، لا لا ده برضه كل ده لا. لكن لو بتساعد هي مثلا على سبيل المثال اللي هي بتحط الخطة ماشي، لا هذه محاربة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة، وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. عارفين الهوام؟ البعوض. خلاص. من ضمن الهوام البعوض الحشرات ونحوه. بعض الناس زمان كده، وانتوا لو حد فيكم فلاح ولا حاجة فاكر ايام الشتاء الفرن والغطان والكلام ده، تكثر البراغيث. اقول لك البعوض ب7 ارواح، كل ما تكتره يطلع تاني ما بيطلعش، هيبسمهم يعني، فيمسكوا يرميه فين؟ في المنجد. خلاص. هذا لا يجوز، لا يعذب بالنار الا ربنا. هل يلحق بهذا الصاعق الكهربائي ام لا؟ ينظر فيه. خلاص. احنا بس انا كان بعض اخواننا سألنا عن اليوم فقلت هشوف بس فتاوى اهل العلم فيه، لكن ما يبدو ان يلحق به، يلحق به لان فيه تعذيب. الصاعق الكهربائي بتاع البعوض، ما انا بقول لك ده اللي انا اعرفه، بس برضه شوف فتاوى اهل العلم أو. النظر يؤيد انه يلحق بايه. ده زيه ولا غيره؟ ناموسه ولا بعوضه؟ تمهله ولا طب وناموسه دي تنفع؟ طب لما لا تصلح؟ سموا البعوض ناموسا إرادة العداوة بجبريل عليه السلام. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول أكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي، في إبراهيم النخعي أحد أعلام العباد العلماء من التابعين، يقول تحريق العقرب بالنار مثله، مع أن العقرب تأمر بقتل إيه؟ العقرب ولو كنت بصالح، لكن تقتله وتحسن القتلة. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال الإمام أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي. في نوع سمك بيقولوا يزعمون ذلك، مش عارف يعني لو تركت الجرمود بعيد عن المية هيفضل عايش كتير قد ايه يعني يوم؟ ما يعرفش يمسكه يحطه في النار ازاي. طيب. وقال الإمام أحمد الجراد أهون يعني في النار لأنه لا دم له، الجراد الذي يؤكل. خلاص. يعني موضوع وضع الجراد في النار عند أحمد أهون، لكن على كل البعد عن التعذيب بالنار أولى. من أغرب أشكال بني آدم الذين كانوا يدعون أن عليا إله رضي الله عنه، قصة السبئية، فلما حرقهم علي رضي الله عنه قالوا الآن ثبت لنا أنه إله. إزاي؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار وقد حرقهم علي. هذه الأفهام المعكوسة، صلى الله جل أن يعافيه. لعل الحديث لم يبلغه، لعل احنا الأصل النص وليس فعل ايه؟ فعل الصحابة. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاحنا معنا نص وعن فهم الصحابة. جزاكم الله خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم. صبر أن تحبس الشيء خلاص ثم يضرب حتى الموت. فصبر البهائم انك انت تربط البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي نهى أن تصبر البهائم، تصير البهائم كما نهى عن أن تتخذ الروح غرضا. يجيب مثلا الجماعة اللي بيعلموا النبل يجيب كائن حي دجاجة مثلا ويثبتها بحيث هي الهدف فين؟ هذا فيه تعذيب
مثلها ولا يجوز. وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. عشان الجماعة اللي بيقول لك جمعيات الرفق بالحيوان يأتوا ليتعلموا الرفق من نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. يزعمون أن في ذبيحة المسلمين أو في ذبحة المسلمين البهائم وحشية، وهم أشد وحشية. هم بيصعقوها صعق بالكهرباء أولا، صح ولا صح؟ أو تضرب على رأسها ضربة أولا. ويزعمون أن الذبح هو اللي القسوة، عياذا بالله تبارك وتعالى. وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل وإحسان الذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة. يشير بالشفرة إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. احنا عندنا أداب في الذبح، أداب للذابح نفسه، وأداب بالنسبة لهيئة الذبح نفسها. فمثلا يعني وإن ذبح من الخلف صح الذبح، لكن يتنافى مع مع الإحسان. لو سجل مثلا خروف وذبحه من من الجفاه، إيه اللي هيحصل؟ الذبح مباح، يعني الذبيحة تصح، لكن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها، والسالفة مقدم العنق. يعني نمسكها من أذنها في تعذيب ليها، نمسكها من مقدم العنق عن الأول الرأس. لا أدري، أنت جزار وأنت أضرب خلاص. أصل مقدم العنق تحمل الوجهين، فأنت ممكن نرجع فيها كتير. وقال الإمام أحمد: تقاد يعني الذبيحة إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. هذا أدب الإسلام مع الذبيحة، فما بالك بأدب الإسلام مع المسلمين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في معناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني الإنسان إما أن يتقن العمل أو يدع العمل. يقال إن سبب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية كان بسبب عدم إتقان العمل. يقول لك الراجل اللي ربط الصوم مش عارف بتاعت ايه صدق، فلما جه فك المعدات فكتش معه. لا تستهن بمثلها، فإتقان العمل مطلوب. فأخوان اللي عملوا أبحاث ثلج بيض، إن الله كتب الإحسان على ايه؟ اللهم المستعان. الحديث 18 عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أرسل رجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، رجل من أهل العلم، أرسل رسالة يقول له: اكتب لي جملا من العلم أنتفع بها، واكتب لي الكتب التي أنتفع بها في كتب العلم، وأوصني بوصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة. فعايز ابن تيمية يكتب له بقى الجمل التي يحتاج إليها من العلم. طب تحتاج علوم في العقيدة وعلوم في الفقه، صح ولا صح؟ علوم في الأداب والسلوك وأهل مجر. فكتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله رسالة لا تتعدى الفرس الفرسكاب، ورقتين كده زي كده وش وظهر. بدأها مطبوعة باسم الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. بدأها بهذا الحديث، فهذا الحديث وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة: اتق الله حيثما كنت، فإذا اتقيت لن تقع في ايه؟ في معصية. إذا اتقيت لن تترك واجبا، إذا اتقيت لن تفعل حراما. ثم إن وقعت رغما عنك فأتبع السيئة الحسنة تمحو. هذه علاقتك بينك وبين ربك تبارك وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، وهذه علاقتك بينك وبين الناس. وهذه الكلمات جامعة بالفعل لكل أمور الدين.
أما بالنسبة للعلوم فالشيخ سلم تيمية ذكره أنه يكفيه النظر في كتاب الله عز وجل مع الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. خلاص إذا أردت العلم لتنتفع يكفيك كتاب الله عز وجل مع الصحيحين، وإن زدت عليهما شيئا فالله أكبر عليك. أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، بينك وبين غضب الله وقاية، بينك وبين النار وقاية، بينك وبين يوم القيامة وأهواله وقاية. فالتقوى من ايه؟ كما قال رجل أبي هريرة ما التقوى؟ قال أسرت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. أسرت في طريق شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال اتقيته، يعني ايش؟ اجتنبت ابتعدت عنه. قال فكذلك التقوى. سيأتينا كلام مفصل عن التقوى إن شاء الله عز وجل. حيثما كنت يعني في أي مكان وفي أي زمان. لو كنت في بلد الكفر اتق الله، في بلدة الخلافة اتق الله، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام اتق الله، في عاصمة الكفر أمريكا اتق الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، في زمن الدجال. فأنت عبد مأمور بالعبودية لله عز وجل، فلله عز وجل عليك في كل موقف عبودية، وعليك لكل عز وجل في كل موقف تقوى. وخالق الناس، عامل الناس بخلق حسن. الخلق الحسن كما قال الحسن البصري هو كف الأذى وبذل الندى. كف الأذى يعني كل قبيح تكف وتمنعه عن الناس، وبذل الندى بذل كل شيء حسن إلى الناس. تبسمك في وجه أخيك هذا يدخل في باب بذل الندى. كف شرك عن الناس فإنه لك صدق، هذا يدخل في ايه؟ كف الأذى. ففعل المحاسن وترك القبائح هو حسن الخلق. الله المستعان. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسل النبي معاذا إلى اليمن، وكانت هذه الوصية وصية مودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك عسى ألا تراني بعد عامي هذا. فآخر لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل هو من أحب الناس إليه أقسم النبي قال والله إني لأحبك يا معاذ. فوصية النبي لأحب الناس إليه أو لرجل من أحب الناس إليه هذه الوصية اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يقول الشيخ جامعة بحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه سبحانه وتعالى حق تقاته. اتقوا الله حقا. قال ابن مسعود هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته بتعمل الثلاثة دول: تطيع الله ولا تعصيه، تشكر الله ولا تكفره سبحانه وتعالى، تذكر الله ولا تنساه جل جلاله. خلاص. يقول والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أول أمر في القرآن ما هو؟ كمل. لعلكم إيش؟ فالذي أمرك الله عز وجل به أول أمر في القرآن هو العبادة، وغاية العبادة أن تحقق، وغاية الخلق أن تكون عبدا تحقق العبادة. كأن الثمرة من وجودك أن تكون عبدا تقيا تتقي الله عز وجل. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يظهر أثر كل ما فعلت فين في الدنيا، إما أن تكون من المتقين أو تكون عياذا بالله، نسأل الله جل العفو والعافية. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. يعني أنت خايف من العدو فتأخذ لنفسك وقاية. في الحرب الناس يقول مثلا الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، فالإنسان في الحرب يتخذ جنة حتى يقي نفسه ضربات العدو، فهذه الجنة تسمى إيش؟ وقاية. والصوم كذلك وقاية. خلاص. يقول أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه. ماذا يخشى من ربه؟ يخشى غضب الله، يخشى سخط الله،
يخشى عقاب الله، يخشى النار، يخشى أهل يوم القيامة، يخشى عذاب القبر، فيتقي العبد ربه باجتناب معصيته سبحانه وتعالى. وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل، واتقوا الله الذي إليه تحشروا. وتارة تضاف إلى عقاب الله تبارك وتعالى، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتارة تضاف إلى اليوم الآخر، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. طب ما معنى التقوى في كل هذه الأحوال؟ أحسن. في كل هذا المراد أن تتقي الله عز وجل، فاتقاؤك اليوم الآخر لأن الذي يملك العقاب فيه هو الله عز وجل، واتقاؤك العقاب لازم تقول اللهم إني أعوذ برحمتك أو بمعافاتك من غضبك من عقوبتك، فتتقي غضب الله وعقوبة الله تبارك وتعالى لأنك تخشاه. فلو أنك أطعت الله، لو أنك خشيت من الله، لو أنك اتقيت الله عز وجل لأمنت من كل شيء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين آمنوا إيمانا تاما فليس هناك أي نوع من الظلم، أولئك لهم الأمن التام وهم مهتدون. الذين لم يلبسوا منهم بظلم يعني بشرك، يعني جاءوا بالتوحيد، لهم إيمان بحسب ما معهم من الإيمان. خلاص، يبقى الذي جاء بالتوحيد خالصا له الأمن التام، والذي جاء بالتوحيد وقدحت فيه بعض المعاصي له من الأمن بحسب ما معه من الطاعة، ويخاف بقدر ما يفعل من المعاصي عياذا بالله. يقول فإذا أضيفت التقوى إلى الله سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقال جل جلاله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل أن يخشى وأن يهاب جل جلاله. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أهل أن اتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. حسنه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ويدخل في تقوى الله عز وجل فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المندوبات وترك المكروهات، بل ويدخل فيها ترك بعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات. نعم الشيخ ناصر. طيب تراجع، أنا أذكر في ذهني أن الشيخ ضعف، اكتب عنده يراجع. الشيخ ضعف في الجامع فيما أظن. بالنسبة لمسألة التقوى الشيخ ذكر بعض تعريفات السلف، لكن في تعريف مهم أريد أن أذكره قبل أن نقرأ التعريف. في كتاب المجالسة وجواهر العلم لأبي محمد المالكي عليه رحمة الله ذكر أظن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أو عن سفيان الثوري عن أحدهم أنه قال إذا ترك العبد 1000 خصلة من الحرام، إذا ترك العبد 1000 خصلة من الحرام وفعل خصلة واحدة من الحرام لم يكن تقيا. وقال أحدهما أيضا لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى لا يؤذي الذر. الذر اللي هو إيش؟ النمل. فأنا عايزك تاخد كل التعريفات التي ستأتيك على هذا القانون. قد يقع الإنسان في المعصية لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالشاهد مهما سمعت من صفات المتقين فإذا فاتتك صفة من صفاتهم يخشى أن لا يكون العبد من الأشقياء عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من النار فإنها لا ينجو منها إلا المتقون. ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها. فالناس ينقسم إلى قسمين، إما تقي وإما ظالم. يقول قال معاذ بن جبل ينادى يوم القيامة أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن سبحانه وتعالى لا يحتجب منهم ولا يستتر. كنف
نثبتها صفة لله تبارك وتعالى، ومنها الستر، نثبتها لله عز وجل ليس كمثله شيء. كان قال فقالوا يعني المعاذ من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله عز وجل بالعبادة. يبقى المتقي هنا أول صفة المتقين إيش؟ اتقوا الشرك. أنا عايز بقى تلاحظ المعنى الخطير ده. لو أننا أتينا بنملة بيضاء في ليلة ظلماء، هل تراها؟ هذه أول حاجة، نملة بيضاء في ليلة شديدة السواد حالكة السواد، هل ترى في السواد النملة البيضاء؟ هذه واحد. لو أتينا بهذه النملة على شيء من نحاس، أظن النحاس أكثر شيء يسمع عليه وقع إيه؟ الطرق، صح ولا صح؟ كسلسلة على صفوان. فأتيت بهذه النملة البيضاء على قدر من نحاس، طبعا انت عارف الشيء لما يكون مغلق يعني ده كده فاضي، ده فاضي. لو كان الشيء ده مصمت يمتص صوته داخلي ما يظهرش، لكن ما يكون فارغ يطلع ايه؟ فأتينا بنملة بيضاء على قدر من نحاس فارغ، خلاص، في نهار قد لا يراها كثير من الناس، فبالك في ليل. طب ما بالك هو النبي يقول الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. طب هو دبيب النمل أصلا يسمع؟ دبيب النمل أصلا لن يسمع، فبالك بدبيب النمل الأسود، نملة سوداء في ليلة على صخرة، واضح؟ طب إذا كان الشرك في الأمة بهذه الحال كيف ينجو العبد منه؟ كيف ينجو العبد منه؟ كيف ينجو العبد؟ ابن تيمية يقول إن فعل المعاصي من جنس الشرك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. طب كيف يعبد الإنسان الشيطان؟ عبد الشيطان اللي ظهروا من حوالي 10 سنين كده ما كانوش موجودين زمان، فكيف يعبد الإنسان الشيطان؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. كيف اتخذوا أربابا؟ فرعون قال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. هل فرعون زعم أنه يخلق من دون الله عز وجل؟ ثم كيف كان فرعون إلها وكيف كان ربا؟ يحل ويحرم، له حق الطاعة والسيادة إلى آخره. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم. طب كانوا يطيعوا المشركين في إيه؟ في أكل الميت. كانوا يطيعوا المشركين في أكل إيه؟ لما قالوا لهم يذبحها الله فلا تأكلوها وتذبحوا أنتم فتأكلوها. ربنا قال وإن أطعتموهم إنكم. عمرو بن لحي لما جاء للعرب عمل إيه؟ جاب الأصنام هذه جهة، وجاب التحليل والتحريم اللي هو سيب السوائب، حمى الحام، صح؟ فلما اتبعوه انتقلوا من التوحيد إليه، اجتالتهم عن دينهم. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشرك فاجتالتهم عن دي عملت ايه؟ أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم فتلك عبادتهم إياه. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. يبقى الشرك أخفى في الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها السنن، إنها السنن ولتتبعن سنن من كان قبلكم. يبقى هذه الأمة ستتبع سنن الأمم السابقة. الأمم السابقة اتخذوا العلماء والأحبار والكبراء والسادة آلهة ولا لا؟ أرباب ولا لا؟ يبقى في هذه الأمة من يفعل ذلك. الأمم السابقة قالوا سنقتل آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يبقى الأمة دي تعمل كده ولا لا؟ سيقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر شيخ. هي كده. يبقى الشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل. يبقى الإنسان يخشى عن نفسه، يقول طريقة من الطرق الشيخ أبي يقول عنها شركية وثنية، وهكذا قال شيوخنا قديما ثم الآن تستعمل. لا يخشى الإنسان فيها أن يقع في إيه؟ الشرك. إذا كان من الشرك أن تزين صلاتك لنظر الناس إليك، من الشرك تزين صلاتك عشان الناس إيه؟ تنظر إليك. من الشرك بعض الناس قد يخرج من بيته للصلاة في الجماعة شركا. شرك ليه؟ هو كل حكاية الناس هيقولوا ده فلان ما طلعش يصلي. كما يحكى عن بعض السلف أنه ظل 40 سنة يصلي في الصف الأول. 40 سنة بيصلي في الصف إيه؟ ما رأى قفا مصل قط، عمره كان في الثاني. ففي يوم من الأيام تأخر فصلى في الصف الثاني فاستحيا. استحيا أن الناس شايفينه في الصف إيه؟ فقال إن لله منذ 40 سنة وأنا أصلي للناس. فالشرك أخفى هذه الأمة من دبيب.
قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن ونستغفرك لما لا نعلم. يبقى أي شيء تعلمه يوصل للشرك. عندك باب اسمه سد الذريعة، خلاص، في رسالة الشيخ عبد الله شاكر الجنيدي أنصار السنة اسمها سد الذرائع في العقيدة، جايب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد ذرائع الشرك ويحمي جناب التوحيد. خلاص، يعني لا تقل ما شاء الله وشئت، لا تقل ما شاء الله وشئت، لا تقل لولا الله وفلان، لا تقل لولا البط لسرق. كل هذه ألفاظ شركية تخشى منها وتحذرها، ثم تقع في الشرك الأكبر إلا من رحم الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك بما لا نعلم. يبقى أول صفة من صفات المتقين اتقوا الشرك وقاموا بالتوحيد، وعليه يحمل قول الله تبارك وتعالى ولكن البر من آمن. هذه صفات المتقين، هذه الصورة، هذه الآية تحمل صفات المتقين، وهي من الآيات التي فسر بها البخاري رحمه الله الإيمان وذكر فيها شعبا للإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته، الآيات، فهذه كلها صفات المتقين. قال عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. هو لو صيام وقيام بس من غير تخليط هذا من التقوى، ان فعل طاعات وترك ايه؟ ترك مكروهات او مباحات بالصيام. خلاص، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله. يبقى اول تقوى التوحيد وترك الشرك، ثاني تقوى فعل الواجبات وترك، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى دي التقوى الأولى تقوى الله عز وجل بفعل التوحيد وترك الشرك، 2 بفعل الواجبات وترك، 3 بإخلاص النية لله عز وجل واتباع السنة النبوية. الإيمان قول وعمل، لا يقبل القول إلا، ولا يقبل القول والعمل إلا، ولا يقبل القول والعمل والنية إلا باتباع السنة. يقول طلق بن علي الكلمة دي، يقول طلق بن علي رضي الله عنه سألوه عن الفتنة. الكلام ده كان عن ايه؟ عن الفتنة. خلاص، فقال أطفئوها بالتقوى، اجتنبوها بالتقوى، احذروا الفتن بالتقوى. قالوا فما التقوى يا أبا علي؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ده الاتباع، ترجو ثواب الله الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى تفعل الطاعات، تترك المحرمات، متبعا للسنة مخلصا لله عز وجل. وعن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى لا يوجد ذر، تتقي الله عز وجل من مثقال ذرة فلا يدخل عليك شيء من حرام أو شيء من شبهة. لا تفعل شيئا اختلف الناس فيه، حرام بين والحلال وبينهم أمور، ما الواجب في المشتبهات؟ فمن اتقى الشبهات. خلاص، فإذا كما قال بعض السلف ما وجدته أهون من الورع، مع أن الورع ده من أشد الأمور، والنبي يقول خير دينكم الورع، فأصله يقول ما وجدت شيئا أهون من الورع. كيف؟ قال إذا استرفت في شيء تركته. هذا هو العبد الذي هو عبد لله وحده، مش أسير لشهوة ولا أسير لشبهة. وكما قال ابن القيم رحمه الله عن أمراض القلوب وفتن الشبهات والشهوات، يقول تبدأ الفتنة أولا بشهوة ثم تستحكم فتصير شبهة. تبدأ الأول بإيه؟ بشهوة. هو عنده شهوة المال فكل الربا، خلاص، لو كان أمر على مقدار هذا يرجى له التوبة، لكنه بعد ذلك يستحل الربا بأدنى الحيل وينافح عن المحرمات، عن الربا. خلاص، النظر إلى النساء حرام، فيريد أن ينظر، فيقول لك أنا مش أنظر إلى النساء، أنا أنظر إلى النساء الكافرات، وعورة المرأة الكافرة كذا وعورة المرأة المسلمة كذا، فينظر إلى المحرمات. بعد ذلك يبدأ ينافح عن هذا الأمر. إنسان يريد أن يفعل فعل قوم لوط، خلاص، عياذا بالله، كرجل يريد أن يأتي ذريته في دبره، يستحل هذا بأدنى الحيل. فلان من السلف، فلان من الأئمة زلت قدمه في هذه المسألة، وده موجود بالفعل. اتباع زلات العلماء، اتباع زلات العلماء، ومن تتبع الرخص تزندق، اجتهد.
اجتمع فيه الشر كله. فيأتي مثلا في باب الغناء بالمذهب المشهور عن المالكية، وفي باب النبيذ بالمذهب المشهور عن الحنفية. لا أقول مذهب مالك، مذهب المشهور عن المالكية أنهم أجازوا الغناء، المشهور عن الحنفية أنهم أجازوا النبيذ. يبقى يشرب الخمرة بمذهب مين؟ حنفي، ويسمع الأغاني بمذهب، وينظر إلى عورة المرأة كاملة بمذهب الذين يقولون النظر للكافرات وإيماء وجواب. خلاص. وقد يأتي عيسى بالله البرة في دبرها بما يحكى عن ابن عمر، يأتي بدين جديد. فتبدأ بشهوة ثم تستحكم فتصير. هل هذا تقي؟ التقي من يتقي الأجل من مثقال ذرة. اللهم إنا نسألك التقي. خلاص. يقول حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. وده عندك في البخاري معلقا عن ابن عمر، وهذا من الآثار التي لم يصلها الحافظ ابن حجر ولا الحافظ ابن رجب. عن ابن عمر قال تمام التقوى أو لا يبلغ عبد أن يكون متقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى تترك ما حكى في الصبر. ويروى هذا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء في سنة الترمذي بإسناد فيه نظر فيه لي. لا أترك كما يقول لك الصحابة كانوا 19 الحلال خشت العشر من الحرام. احنا نتذكروا لو حد فيكم يرجع يسمع شرحنا في درس ايه؟ كمل. احسنت. دع ما يريبك. ذكرنا في اقوال سلف ونجي السلف قول الامام احمد وماذا فعل الامام احمد، قصه اخت بشر الحافي. والله المستعان. احمد يتورع عن حبر من محبره التلميذ، يعني طبعا يغلب على الظن ان تلميذه يفرح مش يسامح وبس. الله المستعان. المهم يقول حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام، يجعل حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله تعالى قد بين العباد الذي يصيرهم إليه فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله. حراسة التدين بين قاعدتي الحرص والحذر، الحرص على كل حسنة والحذر من كل معصية. وقد سبق حديثه لا يبلغ العبد يكون متقين حتى يدع ما لا بأس به حذر ما به بأس، وحديث من اتقى الشبهات استبرأ دينه عرضه. قال ابن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وشكره سبحانه وتعالى يدخل فيه فعل جميع الطاعات. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل كله شكر. فكل نعمة أنعم الله عليك بها تستعملها في طاعة الله تكون شاكرا لله عز وجل، فإذا استعملتها في غير ذلك تكون كافرا كفر نعمة كفرت هذه النعمة عياذا بالله تعالى. ومعنى ذكر الله عز وجل فلا ينسى ذكر العبد ربه بقلبه في عند حركاته وسكناته في تذكر أوامر الله ومنهيه. كما يحكى عن سيدنا جبير ليس الذاكر الذي يذكر الله صباح مساء، إنما الذاكر الذي يذكر الله عند قوله وفعله وهمه. عند قوله وفعله وهمه يذكر ربه سبحانه. فإن كان فعله وقوله وهمه موافقا لمراد الله عز وجل مباحا أو مأمورا به ومتابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مخلص النية مضى، وإلا توقف. هذا هو ذلك. يقول وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأيت سأله رجل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه، يعني ابتعدت عنه أو جاوزته. قال أبو هريرة ذلك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وأصل التقوى خلاص كده عيد التقوى حتى تحقق التقوى. أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي. يبقى لن تكون تقيا ما لم تكن عالما بما تتقي. لابد أن يكون عندك من العلم ما يبصرك بالمحرمات والمكروهات والواجبات والمندوبات، فتترك المحرمات والمكروهات تفعل الواجبات والمندوبات. يبقى لابد أن تكون عندك من العلم ما يحملك على التقوى ومن العلم ما يبصرك بالتقوى. قال عون ابن عبد الله
أحد الثقات الأثبات من رجال الستة من علماء السلف، يقول تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم منها. يعني أنت تريد أن تتقي الله عز وجل فتأكل من حلال، وأنت رجل تاجر يقول لابد تتعلم أحكام البيوع، رجل مزارع تتعلم أحكام المزارعة، واضح؟ وذكر معروف الكرخي، معروف الكرخي الذي سئل عنه الإمام أحمد فأثنى عليه فقالوا لم يكن له كبير علم، هذا مش عالم. قال وهل يطلب العلم إلا لما وصل إليه معروف؟ هل يطلب العلم إلا لما وصل إليه معروف؟ له ترجمة ماتعة في كتاب القند في تاريخ سمرقند، ترجمة حوالي بتاع 70 صفحة بس، يعني ما شاء الله. المهم ينقل عن بكر بن خليس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ كيف يكون تقيا العبد إذا كان لا يدري ما الذي سيتقيه؟ ثم قال معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا. الربا كم نوع؟ 70 بابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا كثيرا من هذه الأبواب، يعني في أول كثير جدا لم تبين لنا، لم تبين لنا يعني بالنص، خلاص. فإذا كان الربا 70 بابا، إذا باع الرجل في سوق المسلمين وليس فقيه قال عمر أكل الربا شاء أم أب. ويأتي عن الناس زمان أيوة دخله من غباره ودخان، اللهم صل وسلم. يقول وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة، عارفين محمد بن مسلمة فارس الشجاع البطل الذي قتل كعب بن الأشرف، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحد، جبل أحد. وفعلا مسلمة لما جات الفتن عمل ايه؟ خد السيف وراح عند جبل. طب ممكن يضربه في أي جبل، يعني لازم حد اللي راح منكم المدينة يعلم ان بين أحد والمدينة مشوار، صح ولا صح؟ ما يجيب أي صخرة من الجبل ويكسره وخلاص ولا يشيء، لا، قال اعمد إلى جبل ايه؟ فراح جبل وجب صخرة وكسر السيف. وآخر وهبان بن صيفة يقول لما طلبه علي رضي الله عنه وقال إن ابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت فتنة تاخذ سيفا من خشب، فراح واخذ سيف من خشب مطلعه له كده، حتى وصيغة ايه؟ هو النبي عهد إلي كده، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى. ثم قال معروف ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه، حتى مجلس العلم لعله، كما حكي أن سفيان الثوري التقى مع وهيب بن الورد فذكر الله عز وجل وبكيا، فقال سفيان إني لا أحتسب هذا المجلس عند الله عز وجل، اجتمعنا على الله عز وجل وذكر الله عز وجل وخشعت قلوبنا. فقال وهيب وإني لأخشى الله من هذا المجلس تزينت لي وتزينت لك، فبكى سفيان، اللهم صل وسلم. ثم قال معروف ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا، إلى بيته إلى مجلسه، كان ينبغي لنا أن نتقيه. أليس جاء في الحديث، يعني في الأثر، وهذا جاء عن أكرمة وعن غيره، أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع، يعني مشي الرجل مشي الناس خلف الرجل، يعني مشي الناس، اللهم سلم سلم. وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله عز وجل لجميع خلقه، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصية الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أوصى بها معاذا وأوصى بها أبا ذر، وكان يوصي بها أمراء الجيوش. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصاهم بتقوى الله، ولما وعظهم فأبكاهم أوصاهم بتقوى الله، هذه موعظة مودع فأوصينا، قال عليكم بتقوى الله، عليكم باتقاء الله. بل وفي جل خطب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الخطب بإيش؟ خطبة الحاجة، إن الحمد لله، ثم يقول ذلك يقرأ آيات التقوى الثلاث. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها
كما قال أبو هريرة كما قال أبو بكر رضي الله عنه إني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ولما حضرته الوفاة وأوصى أو عهد إلى عمر أوصاه وقال اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه قال إني أوصيك بتقوى الله. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال أوصيك بتقوى الله. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. مناسبة خطبة أبي بكر وعمر لم يثبت لا عن أبي بكر ولا عن عمر قول المنسوب إليه قوموني بالسيف. كلمة بالسيف هذه لم تثبت ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه فقوموني، لكن لم يثبت كلمة بإيه؟ بالسيف. وثبت أن الرجل قال لعمر قومناك، ولم يثبت أنه قال قومناك بالسيف. موضوع بالسيف هذا لم يثبت. المهم، وكتب رجل من السلف إلى أخ له أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعان الله وإياك عليها. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يراك الناس، في الرضا والغضب، في الفقر والغنى، ماشي، في كل حال عليك بتقوى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل فيقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وخشية الله في الغيب والشهادة تحقق التقوى. وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استحي من الله عز وجل استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، يعني كما تستحي من رجل من صالح قومك. لو أنك جالس وجلس معك رجل من الصالحين من العباد الزهاد هل تستحي منه؟ فحياؤك من الله عز وجل يكون أشد. يقول وهذا هو السبب الموجب لخشية الله عز وجل، فإن من علم أن الله عز وجل يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في حديث السلسلة الصحيحة سنن ابن ماجه حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال الجبال من الحسنات بيضاء يجعلها الله جل يوم القيامة هباء منثورا. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين إذا خلوا من محارم الله عز وجل انتهكوها. اللهم سلم سلم. كان بعض السلف يقول لأصحابه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشية الله. وهذا أعلى أنواع الزهد في الحرام، لأنك ما فعلته إلا لله عز وجل. وقال الشافعي رحمه الله أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، كريم مع فقره، والورع في خلوة، الورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. كلمة الحق عند سلطان جائر. ليه قال سلطان جائر؟ لأنه يخشى من عقابه، يخشى من جبروته. فإذا خشيت أن تصدع بالحق عند فلان فصدعت عنده فهذا من أفضل أنواع الجهل. أعاننا الله وإياكم. وكان وهيب بن ورد يقول خف الله عز وجل على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك. وقال له رجل عظني فقال اتق الله أن يكون سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. الله المستعان. يقول دخل بعضهم غيضة ذات شجر، يعني حديقة أو غابة، فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني، فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيضة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما.
اللهم استرنا بسترك الجميل. سفيان الثوري يقول الستر الجميل هو الذي لا استقصاء معه. الستر الجميل هو الذي لا استقصاء معه. الاستقصاء هو الاستقصاء في طلب الحق. فالستر الجميل يعرض الله على العبد ذنوبه فيقر بها فيغفرها له، لا يستقصي منه ايه. زي الحديث مشهور، عبد، الحديث في سنة الترمذي وغيره، عبد يؤتى به بيد الله عز وجل فيستر الله عز وجل عليه، الناس ينظرون إليه فإذا صحيفته بيضاء، الله عز وجل يريه السيئات، عبدي فعلت كذا يقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب، ثم بعد ذلك فيقول يا رب إن لي ذنوبا. هذا هو عدم الاستقصاء. أنا عاوز لا يستقصي له كل ايه، كل الذنوب، ده بيذكروا بعض الذنوب، لكن لو ذكروا بكل ذنوب واستقصاها، زي بعض السلف كان عاش حوالي 80 سنة فحسب أيام عمره فإذا هي بضع 60,000 يوم، فقال بضع 60,000 ذنب، هذا وكان في كل يوم ذنب واحد. اللهم سلم سلم يا رب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وقد امتثل معاذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر رضي الله عنه بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء، فعاتبته امرأته فقال كان معي ضاغط، كان معي واحد بيضايق علي، كان معي من يراقبني ويمنعني من أخذ شيء. ظنت المرأة أن معه أحد المراقبين من جند عمر، وإنما أراد معاذ أن معه الله تبارك وتعالى. معاذ بلغ من عدله، كان له زوجتين، أنه كان لا يشرب الماء في بيت المرأة في يوم أختها. العدل، من الذي يراقبه؟ الله تبارك وتعالى. فمعاذ زوج امرأة وامرأة، دي في بيتها ودي في بيتها، ففي بيت فلانة لا يشرب الماء في يوم ايه؟ طب ايه اللي وداه بيت فلانة؟ كان يسم يمر على نسائه كل يوم ولا يمس، لأن حظ المرأة ايه؟ الثانية. خلاص. الحديث بتاع الطواف على الكل هذا موضوع آخر. لا، المس هنا بمعنى الجماع. خلاص. ولما ماتت زوجة معاذ، وكان معاذ رضي الله عنه مريضا بالطاعون، وقد مات ولده قبل ذلك بأيام، يعني مكلوم في نفسه في جسده، مكلوم في ولده، ومات زوجته في يوم واحد، فغسلا وكفنا، فلما أراد أن يخرجهما أقرع بينهما من تخرج من الباب أولا. هذا من المراقبة لله عز وجل. ويعني صدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك يا معاذ. فصلى الله جل يجمعنا وإياكم مع معاذ تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ومن صار له هذا المقام حالا دائما أو غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه، ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وحتى إذا وقع في اللمم يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وفي الجملة فتقوى الله عز وجل في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله عز وجل لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين، سيجعل لهم الرحمن ودا، ثناء في قلوب المؤمنين، ودا في قلوب المؤمنين والثناء على ألسنة المؤمنين، كما قال الحسن والله إن العبد لا يعصي الله بالليل فيصبح ومذمته على ألسنة الناس بالنهار، يعني ما لم يطلع عليه إيه؟ أحد إلا الملك سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. كيف؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال غيره إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. هذا في الدنيا، والآخرة أشد، نسأل الله جل العفو والعافية. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح أحد العباد قال كان حبيب أبو محمد تاجرا يكر الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون،
عيال بيلعبوا. فقال بعضهم لبعض قد جاء آكل الربا. طبعا ده ما كانش معلن بأكل الربا، وإلا ما كانش يستغرب أن الصبيان يقولوا جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال يا رب أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال يا رب إني أسير، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. فمر ذات يوم بأولئك الصبيان فلما رأوه قال بعضهم البعض اسكتوا فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك. الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما كان العبد مأمورا بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، مع أنه لا بد أحيانا أن يقع في تفريط، لا بد أن يترك بعض المأمورات أو يقع في بعض المحظورات، كل ابن آدم خطاء. قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الحسنات يذهبن السيئات، وأحسن الحسنات لا إله إلا الله. وفي الصحيحين ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل هذا له خاصة؟ قال بل للناس عامة. الحسنة تجب السيئة بإذن الله، عشان كده تسمى الحسنات الماحية. حسنات الماحية. عليكم بقيام الليل فإنه مكفرة للسيئات منهاة عن الإثم. ماشي. فالحسنات الماحية للسيئات. واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد وصف الله تبارك وتعالى المتقين في كتابه بمثل هذه الوصية، فقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، والاستغفار حسنة. خلاص. ذكروا الله فاستغفروا ذنوب من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. اللهم اغفر لنا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، اللهم اجعلنا من أهل الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف الله تبارك وتعالى المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم وكظم الغيظ والعفو مع وصفهم، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهذا غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا عليها، فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش وصغائر وهي ظلم النفس، لكنهم لا يصرون عليها، إنهم يسرعون بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة. فنادى مين؟ المؤمنين، وهم خواص خلق الله عز وجل. ده فرق بينهما، لأن هذا في من فعل الخصلة وأصر، وذاك في من فعلها وتاب. والتائب من الذنب يسمى تقيا إذا كان تاب منها. ومعنى قول الله عز وجل ذكروا الله أي ذكروا عظمة الله، شدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصية من العقاب، فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإصرار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبدي، قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا ثم قال رب اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب عبدي ذنبا آخر ثم قال رب اغفر لي فغفر الله له، حتى قال الله عز وجل
غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، يعني ما دام على هذا الحال كل موقع في الذنب تاب. طبعا التوبة معلومة، ندم حقيقي، مش مجرد كلمة بالاستغفار على اللسان، واستغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، لا، إنما ندم حقيقي وعزم على عدم العود وإقلاع عن الذنب وأداء الحقوق لأصحابه إن كان متعلقة بحقوق الناس. فإذا أذنب العبد الذنب ثم تاب منه صدقا وتوبة نصوحا ثم وقع فيه مرة أخرى وهكذا، فالحرب بينه وبين الشيطان سجال. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله جل فيغفر لهم. أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة قد تكون التوبة، وقد تكون كلمة لا إله إلا الله، وقد يكون باب من أبواب الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك. قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب أبعدها أن يتوب قبل الموت، قبل الغرغرة، قبل أن تطلع شمس المغرب، وأقربها أن يتوب قبل الست ساعات من فعل الذنب، لما ذكره الألباني في صحيح الجامع أن ملك الحسنات ملك اليمين أمير على ملك الشمال، فإذا أذنب العبد أمر ملك اليمين ملك الشمال ألا يكتبها 6 ساعات، فإن تاب العبد لم تكتب عليه. حديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع. نرجو رحمة الله عز وجل، نرجو رحمة الله عز وجل. يبقى من قريب أقربها قبل الست ايه؟ الحديث عندنا قال 6 ساعات، والنبي قال الليل والنهار، الليل 12 ساعة والنهار 12 ايه؟ ساعة، يبقى 6 ساعات نص يوم. خلاص، كيف؟ الله أعلم. ما يمكن 6 ساعات من النهار، يبقى انت لو عملتها قبل المغرب 3 4 ساعات هي الله أعلم. المهم انك انت تسارع وخلاص يا حسن. الله يتوب علينا وعليكم، الله يتوب علينا وعليكم. هي نفس الساعة. الإشكال اللي حصل عند الناس إن في زمن الخديوي أظن إسماعيل أو عباس، واحد من الاثنين، هو اللي جلب الساعات. الساعات كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن هذا الخديوي كانت ماشية على جدة العرب. جدة العرب إن ساعات النهار تبدأ من الفجر إلى المغرب، وساعات اللي تبدأ من المغرب إلى الفجر، فكانت 12 و12. خلاص، 12 تزيد قليلا، 12 تنقص. العرب أصلا من عادتهم جبر الكسر، خلاص كده. فيبقى كانت الساعة على سبيل المثال ساعة الجمعة توضح بها المسألة وتبقى فايدة. ساعة الجمعة الساعة الأولى أنت بتروح صلاة الفجر، خلاص. الفجر مثلا بيخلص صلاة الساعة كام دلوقتي؟ 5 مثلا. يبقى الجمعة لو 5 ونص يبقى الجمعة 12 ونص. بتخلص صلاة في حدود كام؟ بنصلي في حدود كام؟ 5 مثلا. قول 5 مثلا، قول 5. يبقى من 5 ل 6 دي الساعة الأولى، من 6 ل 7 الثانية، ماشي، من 7 ل 8، من 8 ل 9، من 9 ل 10، من 10 ل 11. يبقى كده الجمعة تبدأ من كام؟ وقتها يبدأ من كده. الجمعة أصلا تبدأ الجمعة وقتها غير الظهر، يبدأ وقتها من قبل الزوال. يبقى مثلا من 11 ده بدأ وقت ايه؟ وقت الجمعة. فهمت الصورة؟ يبقى عندك 6 ساعات، فكانت المسألة واضحة. فهي عموما تقدير الساعة عند العرب قريب من تقدير الساعات الفلكية الآن. يعني برضه يقول لك قدر نحر الجزر الساعة عند العرب، قدر نحر الجزر عند العرب بياخد بساعاتها الفلكية من ساعة لساعة وربع، تذبحها وتقطعها. فهي العملية تقريبية. يقول وقد يراد بالحسنة ما هو أعم من التوبة، كما قال تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار. هنا أقم إيش؟ الصلاة، وصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل لما قال له ابن فلان يسرق ويصلي قال صلاته ستنهاه، فهذه الحسنة اللي هي الصلاة ستنهاه وتكفر له السيئة. وقد روى من حديث معاذ أن الرجل الذي نزلت بسبب هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من عمل إلى آخره. وخرج الإمام أحمد وأبو داود وفلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى الحسنة قد تكون هي التوبة، وقد تكون ما هو أعم من مجرد التوبة، وهذا أقرب إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك، وخرجه مسلم بمعنى. هذا حديث طال كلام العلماء فيه، ولعل من أقرب الأقوال فيه أن الرجل ظن أنه أصاب حدا وهو لم يصل مرحلة الحد. الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن نهرا من باب أحدكم الحديث، والأحاديث في ذلك طويلة كثيرة جدا. قال مالك ابن دينار البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. طبعا غاية الندم أن يصل إلى مرحلة إيش؟ البكاء. لكن البكاء ده أنواع، في حاجة تسمى دموع التماسيح، وجاءوا أباهم عشاء، وكان البكاء صادق ده ولا كاذب؟ مع أنهم في المرحلة الثانية لما أخذوا، لما يوسف عليه السلام أخذ منهم أخوه، لما أخذ يوسف أخاه لم يأتوا إلى أبيهم يبكوا. فمش معنى لا، في ناس تعرف تمثل في البكاء. والإنسان يعني أخشى ما يخشى الإنسان العبد عن نفسه أن يكون الإنسان باكيا مرائيا وهو لا يشعر، يبكي يسكن بذلك قلبه وهو لا يدري. لما ابن الجوزي يتكلم عن مسألة الوعظ قال بعض الناس مجالس الوعظ يعني بيسأل عن ليه الناس في الوعظ يشعرون بالكلام وألم الكلام ثم إذا خرجوا الناس. قال الناس عند الوعظ ثلاثة. الناس عند الوعظ إيه؟ ثلاث أنواع. منهم من له عويل كالنساء فله عويل وعمل قليل، ومنهم من تنزل الدمعة من عينه نادرا، يعني يبقى لو عينه بدمع أو رقت عينه بالدموع يبقى تأثر، دمعه قليل وعمله كثير. ده النوع الثالث. النوع الثالث صاحب القلب الميت الذي لا يبكي ولا يعمل. خلاص انت مطلوب منك الهدف من الوعظ البكاء ولا العمل؟ العمل. فإن جاء البكاء والعمل فبيكي، لكن يأتي البكاء الكثير والعمل القليل يبقى يدل على ايه؟ على خلل. وعندك الأحاديث التي فيها بكاء الصحابة من وصل قليلة، مع النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ البلغاء صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك الأحاديث فيها بكاء تلاقيها ايه؟ قليل. حتى حديث العباد بن السارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظنا بليغة ذرفت منها العيون، قلما يعني أنا حاولت كتير أوصل لمتن الحديث اللي اسمه موعظ به لا تستطيع، قليل خالص. خلاص. ورغم كده ما قالكش سالت منها العيون وجرت الدموع، لا قال لك ذرفت. فدموع الصحابة كانت ايه؟ قليلة في العلن. خلاص قليلة فين؟ في العلن. وإلا عثمان بن عفان كان يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبل الثرى، لكن كان عملهم ديمة كما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده صراحة كما قال أظن محمد بن سيرين لما قيل له بعض الناس يغشى عليهم عند قراءة القرآن قال أوقفيهم على الحائط، طلعوا كده على حيطة كده وقرأ عليه القرآن من أول لآخر، فإن سقط فقد صدق. ما هو مش هيقدر يمثل في دي. خلاص الله المستعان. وعائشة رضي الله عنها كانت علقت على مثل هذا المعنى لما ذكر لها عباد البصرة، لما عباد البصرة كثير البكاء ويغشى عليهم وغيره، فقالت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون وأفضل الحال وما كانوا يفعلون. المهم الشاهد يقول وقد اختلف الناس في مسألتين. المسألة الأولى هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر إلا الصغائر؟ أخونا يسأل يقول قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، الآية فيها قول الله عز وجل والأصباط. يقول من هم الأصباط وهل هم أنبياء حتى يوحى إليهم؟ اتفق العلماء أن الأصباط يوحى إليه، اتفقوا أن الأصباط يوحى إليه، لكن اختلفوا من هم الأصباط. منهم من قال هم أبناء يعقوب عليه السلام هم إخوة يوسف، ومنهم من قال أنهم من ذرية يعقوب عليه السلام اللي هم أنبياء في بني إسرائيل، لكن اتفق جميعا أن الأصباط أنبياء يوحى إليه. خلاص. اللي استظهره بعض أهل العلم زي شيخ ابن تيمية أن أبناء يعقوب عليه السلام كانوا أنبياء، يعقوب عليه السلام كانوا أنبياء، وخالفوا ذلك ابن كثير، والمسألة كده خلافها قول. يقول اختلف الناس في مسألتين. الأولى هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ منهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، يبقى اتفاق على أن الأعمال الصالحة تكفر إيش؟
اللمم تكفر الصغائر. خلاص، لكن اختلفوا الكبائر. قال العلماء الذين قالوا تكفر الصغائر قالوا أما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله عز وجل أمر عباده بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية الأركان لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. ده الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا لو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكر ابن عبد البر وحكى إجماع المسلمين عليه. يمكن القول الأول أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر، ابن عبد البر يحكيه ويحكي عليه إجماع المسلمين وذكر عليه دليلين. الدليل الأول اللي هو ذكره يقول لو كانت الكبائر تقع مكفرة لم يحتج إلى التوبة. لا، احنا نقول ممكن لو افترضنا يعني ان الراجح ان الذنوب الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة، ليس معنى ذلك أن لا حاجة إلى التوبة. لأن إذا قلنا مثلا ان الصلاة مكفرة يبقى لا حاجة إلى تكفير الصيام، لا تكفير، لا، قد تجتمع مكفرات على فعل ايه؟ على فعل واحد. الدليل الثاني أوضح، أنه بيقول لو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى، يبقى كل من أتى بفرائض كفرت ذنوب. هو في رأي متوسط بين القولين سنذكره إن شاء الله عز وجل فيه رد على هذه الكلمة، لكن نذكر القول الثاني. يقول وذهب قوم من أهل الحديث. يبقى إجماع ابن عبد البر ده معارض هذا الكلام ولا مش معارض؟ ابن عبد البر يحكي إجماع المسلمين على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وهنا الشيخ يقول وذهب قوم من أهل الحديث. معارض ولا مش معارض؟ ها؟ لا، مش معارض للإجماع، لأن إجماع ابن عبد البر ينقل الإجماع إذا كان الخلاف فيه ضعيفا أو الخلاف فيه قليل. الإجماع ابن عبد البر ليس معناه ألا يخالف أحد، إنما قد يخالف واحد واثنين وثلاثة. بل ابن عبد البر في كتابه التمهيد بيرد على ابن حزم، يبقى عارف المخالفة خلاص، لكنه يحتج عليه بالإجماع. وما نقل ابن عبد البر الإجماع عمن سبقه، إنما هو ينقل الإجماع. خلاص، فالصواب احنا بنقول ابن عبد البر نفسه يرد على مين؟ على ابن حزم. وجود ابن حزم قبل ابن عبد البر مع خلافه له يقضح في الإجماع. ابن عبد البر عنده الإجماع ينعقد ولو خلف فيه واحد أو اثنين أو بعض قوم من أهل الحديث، مش أهل الحديث. المهم وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن الأعمال هذه الأعمال الصالحة تكفر الكبير ابن حزم الظاهري، وإياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه. وقال كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات. يبقى ابن عبد البر بيرد على ابن حزم ليه؟ خشية أن يغتر بقوله جاهل. يبقى الواجب عليك أن ترد وتبين خشية أن يغتر الجهال بكلام من أخطأ من الحكماء. يقول اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق. واستدل بظاهر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم. يبقى شرط التكفير اجتناب، وعندنا الحديث الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان الجمعة جمعة كفرات وبينهن إذا اجتنبت الكبائر. خلاص طيب. يقول الإمام ابن رجب بعد ذلك والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة لأن التوبة فرض على العباد. الرأي ده وصل بين القولين الشيخ ابن تيمية وابن القيم. قالوا أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، فإذا فرض أنه ليس هناك صغائر، يعني واحد عنده مثلا 100 سيئة من الصغائر خلاص، فتوضأ وضوءا محسنا متقنا سابغا متبعا فيه السنة مخلصا النية ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، تغفر 100 إن شاء الله جل بإيه؟ بهذه الصلاة. فإذا افترضنا أنه ليس له سيئات صغائر لكن عنده كبير، فاجتمع على هذه الكبيرة تكفير الوضوء وتكفير الإخلاص وتكفير الاتباع وتكفير الصلاة وتكفير الأذكار وتكفير الخطأ إلى المسألة. يقول ابن قيم رحمه الله قد تجتمع هذه الحسنات على الكبيرة الواحدة فتمحوها. قد تجتمع هذه الحسنات على الكبيرة الواحدة في إيه؟ فتمحوها. واضح؟ يبقى الكلام هنا يرد على كلام ابن عبد البر الأول أو على كلام ابن رجب الأول إنه يبقى كده كل إنسان يعلم أن الكبائر مغفورة بأداء الفرض. لا، ما بقولش لكل إنسان، هذا نقول لمن لم يكن له صغائر. وإذا تصورنا الصورة يعني موجودة إنسان ليس له صغائر وله كبيرة فقد تغفر. يبقى نقول نرجو رحمة الله عز وجل. يعني عندك مثلا حديث بتاع صلاة التسبيح عند من يصححه خلاص
ألا أدلك ألا أحبوك ألا أصلك 10 خصال، خلاص، من فعلهن ليه صلاة التسبيح يعني غفر الله عز وجل له ذنبه كله قديمه وحديثه كبيره وصغيره سره وعلانيته، خلاص، وظواهر بعض صلاة المعنى. فاحنا نقول الأصل في أن الأعمال الصالحة تغفر السيئات الصغائر، ونرجو أن تغفر بها الكبائر أو بعض الكبائر، وإن كان هذا لا يمنع من وجوب إيه؟ من وجوب التوبة. وانت عندك الرجل الذي صاحب البطاقة كلمة التوحيد غفر الرجل له بها 99 سجل، لا يتصل 99 سجل كلها سيئات وفيش كبائر، صح ولا مش صح؟ ولم ينقل أنه فعل شيئا غير التوحيد. نحن مش مختلفين في التوبة، احنا نقول إذا أن الرجل فعل كبيرة ولم يتب ثم أكثر من الصالحات هل تغفر الكبيرة؟ ده نص يسر. لكن بالتوبة متفقين إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كده مطلقا، خلاص. فإذا تاب العبد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقد يغفر الله عز وجل الكبائر بالأعمال الصالحة، لكن لا نستطيع أن نجزم بها. فاللهم اغفر ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحا. احنا نجزم بأن الصغائر تكفر الأعمال الصالحة، وفي الكبائر نقول قد تغفر الكبيرة إذا لم يكن ثم صغيرة فاجتمعت الأعمال الصالحة على كبيرة واحدة في الكبائر. الشروط الأربعة اللي ذكرناها إقلاع وندم وعلى عدم العود عزم مع أداء الحقوق لأصحابه. القاعدة بنذكرها كده مطلقة، لكن لو كان يترتب هنقول يوصل بعد كده حقوق السنة. كان قصدي حديثه عندي صحيح، صححه 25 عالم من علماء الحديث، 25 عالم من علماء الحديث، وأفردها بعضهم بالتصنيف، فالأقرب فيها أنها صحيحة، ومن ضعفها لم يأتي بحجة، لها طرق صحيحة لذاتها وحسنة لذاتها وضعيفة تنجبر. لكن على كل المسألة الخلاف فيها معروف، خلاص. اللي ضعفوا العلماء الحديث هو 4 و5. قديم، نعم. الإمام أحمد صححها في رواية ضعفها في رواية، نقل هذا كلام ابن حجر، لم يرد أصلا. منفردة. يقول والأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال، أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الاتيان بالفرائض تقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بدون يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب، فهذا قد يقع. المهم المسألة هذه مردها إلى الله عز وجل. المسألة الثانية أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا؟ هل تجب التوبة من الصغائر كالكبائر أم لا، لأنها تقع مكفرة بسبب الكبائر؟ قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا مما اختلف الناس فيه، منهم من أوجب التوبة منها وهو قول أصحابنا اللي هم الحنابلة، قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم. وقد أمر الله عز وجل بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر، قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب إذا لم يغض كبائر ولا صغائر؟ طيب ويحفظوا فروجهم، ده كبائر ولا صغائر؟ على الوجهين، على الوجهين، إن كان بالزنا ونحوه بكبائر، وإن كان بالاستمناء ونحوه بصغائر، خلاص. ذلك أزكى لهم إن الله خابر ما يسعون وقل للمؤمنات يغضضن ويحفظن إلى أن قال وتوبوا إلى الله. نعم سنة صغائر، نعم، إذا كان ما اختلف العلماء فيه أصلا، بس مش عايزين حد يترخص، ها؟ لا ما تجيش حد يترخص يقول لك اختلف العلماء فيه، لا، نقول عند الاختلاف يجب ايه؟ البحث عن الراجح، خلاص. لكن الصواب فيه مع تحريمه عند الجماهير أنه ايه؟ من الصغائر. ايه الضابط بتاع الكبير والصغير عشان تبقى تعرف تصل بالاثنين؟ الكبيرة ما جاء فيها وعيد، عقاب في الدنيا، حد في الدنيا، عقاب في القبر، عقاب في الآخرة، لعن، توعد بالنار، غضب من الله عز وجل، براءة من الله إلى آخره. هات اللعن ايش؟ ما هو كل ده مكذوب،
لا يصح حديث في تحريمه، إنما تحريمه جاء من لفظ الآية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ولفظ الآية بقى اللي اختلفوا توجيه كل ده. الحمد لله الذي زوجكم. الشاهد يقول: ومن الناس من لم يوجب التوبة منها أي من الصغائر، وحكي ذلك عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين. خلاص، لكن على كل الصواب أن التوبة مطلوبة للكل، وإن اجتمعت التوبة مع المكفرات فهي مزيد حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات. قال عطية الأوفي هذا متهم في روايته في الحديث في أبواب التفسير خاص، وقيل مطلقا. قال: بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت عنه وكتبت حسنة. وهذا قد يحتج له بذلك قول الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعن ابن عمرو قال: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل سبحانه وتعالى منها لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن. يعني هذا الاستغفار لم يحبس شيء حتى يغفر الله عز وجل. وقال بشر بن الحارث وهو بشر الحافي: بلغني عن الفضيل قال: بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية، لأن بكاء النهار يكون غالبا علانية، وبكاء الليل يمحو ذنوب السر. وقد ذكرنا قول النبي: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وإسباغ الوضوء وانتظار صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. يبقى حسن الخلق هذا من من التقوى، خلاص، لكن أفرده النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته، فإن كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له صلى الله عليه وسلم على الأمر بإحسان العشرة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه أرسله إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن. يعني إنسان يخالط الناس، الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر. لكن إذا خالط لابد فالذي يعتزل خير من الذي يخالط ولا يصبر. خلاص. يقول: لكن لما كان هو رضي الله عنه قاضيا ومعلما ومفتيا كان ذلك أدعى إلى مخالطة الناس له، فيحتاج إلى حسن الخلق. قال الحارث المحاسبي: 3 أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصيانة، صيانة النفس عن قبائح، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. وقد عد الله عز وجل مخالقة الناس بخلق حسن من صفات المتقين، وعدت للمتقين الذين ينفقون السراء والضراء، وهذا بذل الندى، والعافين عن الناس، وهذا تحمل الأذى، والله يحب المحسنين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أحسن خصال الإيمان، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة أحسنهم خلقا. وإن المسلم المسدد الذي يسدد ويقارب لا يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، اللهم حسن أخلاقنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث 19. الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هتحفظ الله ازاي؟ بشرائعه سبحانه وتعالى، بالطاعة. يحفظك من كل مكروه، فكل اللي خاف على نفسه، على البلد، على احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم الجليل شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة سماها مشكاة نور الاقتباس من مشكاة حديث ابن عباس. نور الاقتباس من مشكاة حديث ابن عباس. وكل واحد فيكم يعمل بحث في شرح هذا الحديث بعيدا عن جامع العلوم والحكم. لكن الخطبة بتاعتك خلاص. الحديث ده كده نشرحه الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل لما تجيبوا اللي فيه. نعم. نور الاقتباس شرح حديث ابن عباس. اعمل انت كل ما في جزئيه يا جماعه، بس احنا بنقول لاخواننا بس ما يستعملوش شغل الكمبيوتر بالطريقه اللي هي بتحصل لسبب، لان ده مش هيعلمك. انت ممكن تعمل في الحديث ده فعلا مجلدين، يعني بدون مبالغه. لو حد اشتغل بطريقه الشيخ فلان، يعني انا عندي استعداد اعمل شرح هذا الحديث، اعمل شرح الحديث في 10 مجلدات. ليه في 10 مجلدات؟ تعالى ترجمه ابن عباس، مواقف ابن عباس، مسند ابن عباس، صح ولا مش صح؟ ادي ده مجلد. طيب هذه شيخ الشاهد. لا الحديث. نعم. انا يا جماعه ليا رجاء عند كل واحد فيكم، انا مش عايز حد يجيب لي ورق معمول على الكمبيوتر، كله يكتب بخطين. خلاص يا شباب؟ خلاص فهمت القصه كده؟ اسمع كلام. انت ما عندكش حاجه، صح ولا مش صح؟ ما عندكش كتب لكن عندك كمبيوتر، اكتب بايدك، ما تجيبهوليش زي كده. خلاص. اللي بيحصل في كده، اصبر بس يا عم شيخ الله يهديك، اللي بيحصل في كده نظام ايه؟ انت بتخش تلاقي كلام حلو تروح واخده بس انت ما اتعلمتش. انا عايزك تكتب انت اولا. لو كتبت، خد بالك يا جماعه، انت لو كتبت هيحصل ايه؟ الاول هتروح جايب كشكول زي كده. انت لو هتبص على المعلومات اللي قلت لك كده، شوف الورق عامل ازاي. ليه؟ ما انا مش بكتب كلام مباشر، انا عمال بنجل حته من هنا وحته من هنا وابدا بظبطه، فتلاقي نفسك كتبت. بعد ما كتبت ترجع ايه؟ تبيض. صح. الكلمه المعلومه الواحده المنتشره زي حديث زي كده، هتلاقي له مثلا كلام كتير مثلا في ايه؟ في مثلا حفظ الله عز وجل، كلمات للسلف، اشعار كتبتها مره واثنين وثلاثه عشان تبيض وتجيبوا لي بيحصل تظبط. انت تعمل الغرض في انك انت تتعلم. النصيحه الثانيه بقى، ما تدخلش تعمل بحث على الشامل، ما تعملش لفظ كلمه الحديث تعمل بحث على الشامل. لا، حديث زي كده تدور على الحديث ده فين؟ سنن الترمذي، تدور في الشامله في شروح الترمذي، ما دام انت ما عندكش كتب، تدور على كتاب شروح الترمذي زي عارض الاحواز، في الاحواز. خلاص. الحديث السنه ابي داوود مثلا، يعني اروح داخل في مسند احمد ده، اخرج الحديث من الكتب، اشرح الحديث من الكتب. خلاص اعمل بحث. فهمت؟ ما هو ديك اصلا بيشرح لعلماء، مش بيشرح للناس توعظ. صحيح دي كتب علميه مش كتب وعظيه، فاهم الصوره؟ لكن انت على سبيل المثال نفترض ان الحديث ده مثلا في سنن النساء، لو رحت عند ادم الاثيوبي هتلاقيه مفصل. طيب الحديث ده حديث وعظي، اخده واروح ادور عليه فين؟ برضه في كتب الوعظ، في كتب السلف، حلة الاولياء، وكتاب مثلا سير علم الاولياء. والكتب دي معمول لها فهارس دلوقتي. يعني انت لو رحت على فهارس، لو رحت كتاب المجالس جوهر العلم ده، مشروع سليمان مرتب كل صفه، كل خلق المجالس جوهر العلم مرتب. كتاب تاريخ بغداد معمول له ترتيب موضوعي، كتاب حلة الاولياء معمول له ترتيب موضوعي، كتاب الذهبي السير معمول له ترتيب موضوعي. كنت تخدم معاك تخش على كتب الوعظ والخطاب هتلاقي. بس المهم انك انت بتنتقي مما تقرأ. فهمت؟ بس كده. نعم. بعيد عن ابن رجب. انا اعمل اي حته. انا اقول لك بعيد عن ابن رجب ليه؟ لان